السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة. قصة اليوم هي قصة محزنة فيها الحقد الدافين والرغبة في الانتقام. قليل فاش كنسمعوا باللي شي واحد قتل الأب ديالو ولا الأم ديالو. باش ما نطولش عليكم ندخلوا في تفاصيل هذه الجريمة. في سنة 2013 مدينة الحسيمة، واحد السيد طاشرون ديال البني في العمر ديالو 56 عام، مزوج وعنده 3 ديال الولاد وبنت. هاد طاشون كان عايش مع ولادو ومرتو بخير، ولكن للأسف هاد الحياة السعيدة ديال هاد العائلة تقلبت رأسا على عقب، ولات عند هاد طاشرون مشاكل زوجية، ولا كيتهم مرتو بالشعوذة وكيتهمها باللي كتسحر ليه، وهي كتهمه بالخيانة. هنا اش دار هاد طاشرون؟ طلق المرا ديالو وخلى لها الدار هي وولادها ومشى تزوج. ولكن بقات العلاقة ديالو مع ولادو مزيان، كيصرف عليهم والامور غادا مزيان. مشى هو كراو في واحد الفيلا عند واحد السيد صاحبه، لكن لما ولدت ليه المراه الثانيه تبدلت العلاقه ديالو مع ولادو اللي من المراه الاولى، ما بقاش بغى يصرف عليهم. وواحد ولدو الكبير كيقول ليه عطينا باش نصرفوا، كيقول لي الا بغيتي تخدم بحالك بحال نجي مرحبا خدم معايا، اما الفلوس متبقاش تجبدها ليا. ولكن هاد الولد اللي هو ولدو من المراه الاولى في العمر ديالو 21 عام وكيقرا، وحتى هو عنده احلام وعنده اهداف في الحياه، وكان كيقرا ما يمكنش يجي يخدم مع باه في البني. هنا لما الطاشرون ما بقاش كيصرف عليهم، اضطرات الام ديالهم مسكينه تخرج تخدم في الديور، ولات حتى هي كتمشي للموقف ونهار كتخدم ونهار لا. ولكن مع ذلك ما قدرش تلبي لهم المتطلبات اليوميه لهاد الوليدات. ولدها الكبير اللي قلنا في العمر ديالو 21 عام ولا كيشوف امه كتعذب، اضطر حتى هو يخرج من القرايه باش يعاون امه وباش يعاون خوتو يعيشوا. الدري لما خرج من القرايه ولا كيخدم مع باه، ولكن الغريب ولا هاد طاشون كيعامل هاد الولد وكانه عدو ديالو ماشي ولده. بحسب ما صرح به هاد الولد حسب المسطره، حسب المسطره كيقول اودي انا خدمني وكان كيعاملني وكانني ماشي ولده. وبعض المرات الخدامه الاخرين كيمشيو انا كيقول لي بقى خدام، وبعض المرات ما كيخلصنيش. هاد الولد لما باه ولا كيعاملوا هاد المعامله اضطر ما بقاش خدام معاه ومشى كيخدم في جهه اخرى. حتى لواحد النهار وكان قرب العيد الاضحى، هاد الولد رجع عند باه وقال ليه عاوننا باش نشريو الحولي. قال ليه باه صافي انا غادي نشري لكم الحولي، ولكن مع الاسف هاد الاب ما وفاش بالوعد ديالو وما بقاش قد كلمته. بقاو الولاد كيتسناو ساكن في العيد حتى نهار العيد، الناس معيده وهما سادين عليهم. هنا ولدو هز واحد الكره وواحد الحقد ديال باه، لانه حس بيه كيضحك عليهم. داز هذاك النهار ديال العيد، داز النهار الثاني ديال العيد، وفي النهار الثالث كانت الصدمه. كيف قلنا ملي طلق مرتو مشى كرا فيلا من عند صاحبه. كيف قلنا نهار الثالث ديال العيد جا مول الفيلا بغى ياخذ الفلوس ديال الكرا. مع هذيك 11 ونص ديال النهار حسب المسطره كيقول الباب ديال الفيلا كان محلول. بقى كيغوت فلان ولكن حتى شي واحد ما جاوبه، ولكن مع ذلك ما دخلش. جبد التليفون ديالو وصون على الطاشرون. في التليفون ديالو كيلقاه طافي. هنا مول الفيلا قرر يدخل الفيلا. لكن لما دخل كيلقى الطاشرون مضروب بموس راسو وطايح في الارض. هنا مول الفيلا عيط البوليس لما جاو الفيلا في محضر المعاينات ما كيلقاوش شي كسر في الباب، ولما كيعاينوا الجثه ولما زادوا دخلوا شويه للدار كيلقاو بيت الناس حتى هو مفتوح. دخلوا ليه كيلقاو جثه ديال المراه وجثه ديال بنت صغيره في عمرها تقريبا ما بين 3 سنين و 4 سنين. هنا البوليس لقاو راسهم امام قتل عائله كتكون من زوج وزوجه وبنتهم. مول الفيلا كيقول لهم ان لما جيت باش ناخذ الفلوس الكرا ديالي لقيت الباب مفتوح وغوت ما جاوبني حتى شي واحد، وزدت دخلت حتى كنلقى السيد طايح في الارض وغارق في الدم وعيط ليكم.
البوليس خبروا عائلة طاشرون وخبروا عائلة مرتو اللي لقاوها مقتولة. مرتو الاولى كتقول اودي انا مبقاش عندي معاه حتى علاقه نهائيا ملي طلقنا. والدين الزوجه الثانيه كيقولوا اودي حنا ما عندنا حتى عداوه وما عند بنتنا حتى عداوه مع شي واحد نهائيا. البوليس حاولوا يلقاو شي بصمه في الفيلا، لكن مع الاسف ما لقاو حتى شي بصمه غريبه. البوليس في الفيلا بغاو يعرفوا واش القتل كان بدافع السرقه، لكن كيلقاو حتى شي حاجه ما مسروقه وكل شي مرتب والمريم مسدود. ولكن عائله الزوجه اللي مقتوله كيقولوا اودي التليفون ما كاينش ديال بنتنا وحتى التليفون ديال طاشرون حتى هو ما كاينش. غريب ان هذا اللي قتلهم ما سرق والو من الماريو وما حاولش يفتح الماريو، وتليفون القاتل والمقتوله ما كاينينش، وحتى البسطام اللي فيه لاكارت ناسيونال ديال طاشرون ما كاينش. الغريب هذا الشيء بالنسبه للبوليس. البوليس خداو من عند عائله الزوجه اللي تقتلت النمره ديالها، كيصونيو فيها كيلقاوها طافي، كيلقاو التليفون طافي، وحتى التليفون ديال الطاشور كيلقاوه طافي. البوليس ما لقاو والو وما كاين حتى شي نتيجه لحد الان دازت على هاد الجريمه شهرين. حتى لواحد النهار ام الزوجه الثانيه صونات التليفون ديال بنتها، كتلقاه خدام وهي تجاوبها واحد البنت، ولما جاوبتها وهي تقول لها ام الزوجه سمحي لي راه غير غلطت في النمره. في هذيك اللحظه خرجت مباشره عند البوليس، قالت لهم غير دابا انا صونيت وجاوبتني واحد البنت. هنا البوليس خداو من عندها الرقم وعرضوه على مهندسين الخاصين بالنظام المعلوماتي للمديريه العامه للامن الوطني، وقالوا للام الزوجه الثانيه غادي تعاودي تعيطي، ولكن هاد المره غادي تحاولي تعطلي في المكالمه. البوليس علاش قالوا لها تعطلي في المكالمه على الاقل 15 ثانيه باش يحدوا المكان اللي فيه التليفون؟ وبالفعل حدوا مكان اللي فيه التليفون وتوجهوا البوليس مباشره. وهنا كانت الصدمه لما البوليس لقاو التليفون في دار مرات طاشرون الاولى. دقوا عليهم البوليس ودخلوا. ملي دخلوا البوليس صونوا مره اخرى على التليفون وسمعوه كيصوني في الدار. هنا البوليس قالوا للبنت اللي هي بنت طاشرون من جاك بنتي هاد التليفون؟ قالت لهم عطاه لي خويا. خوها الكبير قالوا ليه من جاك هاد التليفون؟ قال لهم لقيته. هنا البوليس بداو كيقلبوا في الدار ودخلوا لبيتو، كيلقاو بسطام فيه لاكارت ناسيونال وكارت كيشي ديال طاشرون اللي هو باه. قالوا ليه البوليس واش حتى هادشي لقيتيهم؟ هنا الدري لقى راسو حاصل بالادله وما عليه غير الاعتراف. بالفعل اعترف باللي هو اللي قتل باه ومرات باه والبنت الصغيره. قالوا ليه البوليس علاش قتلتيهم؟ قال لهم انا ما كنتش باغي نقتلهم، ولكن لما مشيت عند الاب ديالي هذيك الليله بغيت غير نهضر معاه ونقول ليه شو مالك، علاش كتعامل معنا بحال هكا، راه حنا ولادك زعما. ولكن هو بقى كيغوت عليا ومرته بقات كتضحك عليا، وانا ضربته وقتلته وقتلت حتى هي وبنتها. البوليس هنا ما تيقوش هاد الهضره اللي قال، حيت هو كان ما باغيش يقتلهم ما غاديش يهز معاه الموس. البوليس حروا محضر الرسمي اللي قتل باه ومرات باه بتهمه القتل العمد مع سابق اصرار بالترصد، وتحكم عليه بالمؤبد. وهنا غادي نكونوا وصلنا لنهايه الحلقه.